الصحافة، إخوان الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله. كما تعلمون أن الجلسة ديال يوم الأربعاء انتهت ذاك الجو اللي هو معروف وما لا شك في أنكم حضرتموه، اللي كيبين على الارتباك ديال هذا المجلس والاستمرار ديال العشوائية. بطبيعة الحال حنا توصلنا بمراسلة أولى كتعلق بالدورات الاستثنائية المبرمجة من طرف المجلس، وفيه جدول زمنية وفيها برنامج ديال الجلسات اللي كيدخلوا داخل تاريخ محدد لهذه الدورة الاستثنائية. حنايا كفريق ديال العدالة الحكومية تمشينا على هذا البرنامج وسجلنا، بحيث أنه مبرمج يوم الجمعة 4 دجنبر 2015 على الساعة 9:30 صباحا بمقر الجماعة جلسة من أجل مدارسة النقطة الخامسة اللي هي الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2016. حضرنا كفريق ديال العدالة الحكومية. بطبيعة الحال كان الحضور ديالنا مدعم بعون ديال عون قضائي باش يسجل مجريات هذا اللقاء. ثم نتفاجأ هذا الصباح أن اتصل بي الكاتب العام سابقا للجماعة مع الساعة 9 صباحا، كيتصل بي وكيقول لي بأنه الرئيس كيقول لكم بأنه راه تم الاتفاق على تغيير الجدولة الزمنية، وراه الآن راهم كيحضروا المراسلة ديال التغيير ديال الجدولة الزمنية. قلت له لا يمكن، واش الصباح ديال الجلسة يلا بقى واحد من ساعة من أجل أننا نمشيو نعقدوا الجلسة عاد تخبرونا بالتأجيل، ثم المفروض أن هذا التأجيل يجي من خلال مراسلة كتابية، حيث أننا لا نسمح بعدم تطبيق القانون، أو القانون لا ينص بالشفوي ولا غير الشفوي، ينص على إمكانية الرئيس أنه يغير بالتوافق مع الأعضاء ديال المجلس ويخبر الأعضاء بذلك. حنا لم نخبر، جينا على أساس نديروا الجلسة ديالنا عادية ومجموعة. كذلك توصلنا بمراسلة خاصة بأعضاء ديال اللجنة المالية ديال الفريق بعقد جلسة ديال اللجنة أو لقاء اجتماع ديال اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة يوم الجمعة كذلك 4 دجنبر 2015 على الساعة 10 صباحا. حنا راه درنا مراسلة احتجاجية بهذا الخصوص كفريق، كنشيروا فيها بأنه هذه الدعوة في حد ذاتها غير قانونية لاعتبارات 3 أساسية. أولا أن هذه الدعوة مؤرخة 3 دجنبر 2015. هذا التاريخ غير قانوني على اعتبار أن الدورة الاستثنائية أو النظام الداخلي في المادة 53 منه ينص على أن دعوات اللجان يجب أن توجه 3 أيام قبل انعقاد اللجنة، وفي حالة الاستعجال عندها 48 ساعة، والحال أننا توصلنا بها بعدم توفر هذا الأجل اللي هو محدد في النظام الداخلي اللي هو 48 ساعة. المسألة الثانية أنه القانون التنظيمي 113/14 يشير إلى أن مناقشة الميزانية يجب أن تخضع لشروط، من بين هذه الشروط التوصل بالوثائق، من بين هذه الشروط احترام الأجل اللي هو منصوص عليه في المادة 185 من القانون التنظيمي 113/14 والتي تقول صراحة على أن اللجنة يجب أن تتوصل بالدعوة أو المشروع ديال الميزانية 10 أيام قبل انعقاد الدورة المخصصة للمصادقة على الميزانية. والحال أنه هذا الأمر، هذا الأجل غير مطبق، وبالتالي احنا
راه كان من هذا المنبر نقول كذلك المفروض أن السلطة يجب أن تلجأ إلى تطبيق القوانين المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113 14 والتي تنص على أنها عندنا ينقضي الأجل ديال 15 نوفمبر يجب أن تلجأ 15 نوفمبر يجب أن تلجأ إلى تهيئ ميزانية على غرار ميزانية ديال التسيير باش نشرطوا على الميزانية ديال التسيير على غرار الميزانية السابقة وتلجأوا إلى التشريع عليها وتطبق في السنة الموالية. إذن هذه الخروقات. سي نور الدين، كيف تفسرون الحالات ديال الاستمرارية ديال الخرق القانون التنظيمي من طرف إدارة المجلس ديال الجماعة؟ والخرق هذه راه حتى من المرحلة السابقة الآن كنلقاو استمرارية ديال الخروقات. هادشي هذا راه شاهدناه واحتجينا به في المرحلة السابقة والآن كنلقاو استمرارية ديال هذه الخروقات. بطبيعة احنا ندهش على أن مسؤولين اللي كيمشيو يطاوعوا على القانون وأمام سكوت ديال السلطة اللي المفروض أنها هي اللي تسهر على تطبيق القانون وعلى البنود ديال القوانين التنظيمية التي تؤطر تسيير ديال المجلس. هذا إشكال كبير وبالتالي احنا سنلجأ إلى مراسلة السيد الوالي الجهة الشرقية عمالة وجدة من أجل إعمال المتعين فيما يتعلق بمشروع ديال الميزانية 2016 على اعتبار أنه انقضى الأجل المخصص للمناقشة والمدارسة ديال المشروع ديال القانون المالي 2016 من قبل المجلس. شكرا.